ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل كبسة لحمة خطيرة واسهل واسرع مما تتخيلوا. في حلة واحدة هيبقى الغدا جاهز، وهقول لكم على سر ومكونات اساسية هتخلي الكبسة في حتة تانية خالص. وكمان هوريكم ازاي نخلي اللحمة دايبة في قلب الرز وتطلع مستوية ودايبة وخطيرة جدا. وهنعمل كمان جنبها سلطة دقوس هتخلي طعم الكبسة في حتة تانية. وأول حاجة بقى هنبدأ بيها حلة على النار، هنضيف لها معلقة سمنة كبيرة وشوية كمان من الزيت. وهنكون مجهزين بقى مقطعين بصلة كبيرة أو بصلتين بحجم وسط. هو يفضل إنه يكون البصل أبيض، لو مش متوفر ممكن نستخدم البصل العادي. ودول كمان معلقة صغيرة من الثوم المفروم. هنقلب كل ده على نار وسط لحد ما توصل البصلة معانا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه. هتدبل الأول وبعد كده عايزين نحمر البصلة، علشان لما نحمر البصل ده اللي هيخلي معانا لون الرز زي ما انتوا شفتوه في أول الفيديو. يعني منستعجلش عليها ونخلي النار مايلة للوسط. ولو حسيتوا ان البصل اكتر من المادة الدهنية اللي احنا استخدمناها، هنستخدم كمان معلقة من السمنة او معلقة من الزيت. اهم حاجة ان البصلة تكون حواليها سمنة او زيت حلو. وهنقلب، شفتوا اللون اللي احنا وصلنا له؟ حلو بالشكل ده. وهنكون كمان مجهزين معانا حبتين كبار من الطماطم وجزراية مبشورة كبيرة. وضفت كمان عود قرفة و3 فصوص من الحبهان و2 من الليمون المجفف و2 ورق لورا. ونزلت بقى بالطماطم والجزر وكل ده، وكمان ضفت فلفل اخضر حراق اللي انتوا شايفينه ده، يا ريت يكون من الحراق ده بتديها طعم حلو قوي. هنيجي بقى للتوابل اللي معانا. ضفت معلقه صغيره من الكزبره الناشفه ومعلقه من البابريكا ومعلقه من الكركم ومعلقه من البهارات المشكله ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر وملح. وضفت كمان معلقتين من الصلصة. هنيجي بقى هنا، انا كنت سلقة لحمة، وده بقى السر اللي بقولكوا عليه، ان احنا نسلق اللحمة قبل ما نعمل الرز، عشان خاطر لما نجهز البصلة مع الخضار نضيف اللحمة مسلوقة. وده اسهل واسرع ان احنا نسوي اللحمة مع الرز. طبعا دي طريقة موجودة بس انا بسهل على نفسي علشان اضمن ان اللحمة تبقى دايبة ومستوية خالص مع الكبسة وما تاخدش معايا اي وقت. يعني يا دوب بمجرد ان انا سلقت اللحمة هاخد هنزل بيها على البصل والجزر والطماطم اللي انا عملتهم والتوابل، واضيف عليها اللحمة واديها تقليبة معاها، واضيف الرز، وكده يبقى الغدا معايا اسهل واسرع غدا. انما ممكن ان احنا نضيف اللحمة من الاول وبرضه بتبقى تديها طعم حلو قوي. بس انا عايزة اسهل واسرع على نفسي عمايل الغدا. يعني ممكن يكون عندي لحمة مسلوقة محتارة اعمل غدا ايه، في ثانية اقوم عاملة كبسة ويبقى معايا اسهل واسرع غدا. زي ما انتوا شفتوا هنا انا ضفت اللحمة وقلبتها مع التوابل، وبعد كده نزلت عليها بالمية المغلية لحد كده اما تغلي خالص. اهم حاجة ان المية تكون مغلية ومولعين النار على اللحمة والتوابل والبصل والطماطم والخضار ده كله. هنسيب بس الحاجة دي تغلي كده مع اللحمة عشان ياخدوا ويدوا مع بعض كده. ونكون طبعا هنا غاسلين الرز. ده رز بسمتي، اللي حابب يعملها بالرز المصري العادي برضو مفيش مشكلة، اللي متوفر عندك اعملي بيه. وبعد كده دول كانوا 4 كوبايات من الرز مغسول ومنقوع نص ساعة بس. وبعد كده ضفته على الحلة، وضفت هنا كمان رشة كده من بابريكا عشان بس اللون. والتركة بقى دي بتخلي الرز طعمه رهيب. ضفت هنا معلقة كبيرة من الزبدة. لو مش موجود ممكن نضيف سمنة، لو مش موجود نضيف شوية صغيرين من الزيت. كده خلاص الرز اتشرب معايا زي ما انتوا شايفينه. بصراحة يتاكل قبل ما يستوي، طعمه كان خطير بقى، ولا مش قادرة اوصف لكم الريحة رهيبة. لازم تجربوا الكبسة. بصراحة حاجة كده سهلة ومبتاخدش اي وقت خالص، وغدا سهل وسريع جدا. بندي بقى كده للرز تقليبة تانية بعد ما خلاص اتشرب المية. اهم حاجة ان احنا نزود مية عن الطبيعي شوية. احنا عايزين الرز في الاخر يكون فيه صوص، ما يكونش ناشف زي الرز العادي اللي احنا بنعمله. وبنهدي بقى النار خالص. بنسيبه على النار يعني لمدة مثلا نص ساعة كده.
هنا بقى هنعمل سلطة الدقوس. مكوناتها بقى عبارة عن 2 طماطم كبيرة وليمونة كبيرة و3 قرون من الفلفل الحار وشوية كمان من البقدونس و2 فص توم. هنجيب بقى الكبة وهنفرم ده كله مع بعضه. انا كنت نسيت اصور التوم بس انا ضفته وهضيفه هنا في الاخر. هنقطع بقى الطماطم كده. بصوا اهم حاجه الطماطم تكون حمراء، انا ما كانش الطماطم اللي عندي دي كانت اللون الموجود، عشان كده السلطه في الاخر لونها ما كانش عاجبني، بس الطماطم اللي موجوده في السوق حمراء هتبقى افضل. وانا هنا ضفت شويه من الملح وشويه كمان من الكمون وشويه صغيرين جدا من الكزبره، ولو ما عندناش فلفل حار هنضيف شويه من الشطه علشان كده تدي الطعم حلو قوي لسلطة الدقوس. وعصرت بقى كمان الليمون، يعني ضفت كل اللي انا كنت حاطاه المكونات وضربتهم كلهم كده مع بعض. وكده خلاص جهزت معانا سلطة الدقوس. هنيجي بقى للحظة الحاسمة، يعني دي افضل لحظة بصراحة بعد ما نخلص اعمال الاكل. هنفضي بقى الرز كده، شايفين الرز مفلفل وتحس ان هو فيه صوص كده، حاجة كده كانت ريحتها خطيرة، ريحته كانت قلب البيت. وقد ايه سريع وسهل وبسيط، وغدا في صينية واحدة زي ما انتوا شايفين كده. ومعاه سلطة بسيطة زي ما قلتلكوا، السلطة كانت عايزة تبقى طماطم حمرا شوية، بس بصوا بس قد ايه طعمها حلو. اللحمة كانت مستوية رهيبة كده، شوفوا انا بوريكم بس قد ايه اللحمة دايبة. جربوا كده تسلقوا اللحمة الاول، هتطلع معاكم احلى كبسة. هستناكم تجربوها وتكتبولي رأيكم هنا في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل ليكم اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.